حواء أجمل مخلوقة من بني آدم خلقها الله. فلما نام خلق الله من ضلعه الأيسر حواء في خلقته في هيئته، لكنها أجمل منه، خلقت في صورته وجملت. يقول أهل العلم حواء أجمل مخلوقة من بني آدم خلقها الله. فلما صحى آدم من نومه استيقظ إذا بحواء جالسة عنده، نظر إليها قال: من أنت؟ يرحمك الله. قالت: أنا منك ولك. فجاءوا الملائكة قالوا: يا آدم ما اسمها؟ هذه ما أخبرتنا عن اسمها، أخبرتنا عن كل شيء إلا هذه. قال: هذه حواء. قالوا: لما أسميتها حواء؟ قال: لأن كل حي يخلق من ميت إلا هي خلقت من حي، فسماها حواء. ثم قال الله له: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، خذ بيده والجنة عندك، روح. فمسك آدم بيد حواء ودخلوا الجنة. فلما دخلوا الجنة قال الله لهما: فكلا منها رغدا حيث شئتما، أي شيء تبغونه. وقال الله لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى